مرحبا يا جماعة، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. اليوم عند لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم حبيت نشارك معكم تحضيراتنا لهذا اليوم الفضيل، كيفاش فوتنا هذا اليوم يعني من تزيين المائدة، من أيضا الأطباق اللي حضرناهم. راح نشارك معكم كلش بالتفصيل وحتى زينة البيت اللي حضرناها. فتابعوا الفيديو الأخير. قبل ما نبدأ بالفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. كما راكم تشوفوا هنا يعني كالعادة والمعتاد دائما نحب نزين السفرة ونحضرها يعني بكري. هنايا في الصباح كنت أول شيء بديت به هو تحضير المائدة. فأول شيء بدينا به هو حطينا العناب فوق المائدة، بعد لي سادو طابل. والآن ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي نحط فيها الصحون والملاعق والكوس وكل يعني ما يناسب المائدة. فهذه هي مشاهدة ممتعة على ما أظن، يعني راح نديكم أغنية رمضانية أحسن، فتابعوا الفيديو للأخير. حبيت نديكم جولة خفيفة لطيفة في المطبخ. هنا حبيت نشارك معكم يعني بعض المشتريات اللي شريناها من رمضان، كما هاد لي طابي، وايضا هذه انتاع ريزيبيس يعني غيرناها مؤخرا، يعني احسن عملية وما تديش مساحة، وجاية يعني على الروز جولد مع الاسود هبل. وهنا كنت نوجد في الصوص طماط لاني حبيت نديرها للتوست واحد المملحة، فتابعوا الفيديو الاخير تشوفوا. وهذه صالة جديدة يعني درناها خصيصا رمضان، وحبينا انه هذا العام يكون يعني الوان هكا، يعني كما هذه جاية اصفر على اخضر على ازرق، فهكا حبينا يكونوا الوان. وهذه هي زينة رمضان للبيت، يعني صراحة طلع شي تحفة.
يعني درت فيه تقريبا كوزينة رمضان. هنايا يعني غيرت شوية في اماكن ديكور البيت. المهم شرينا هذيك الكالندري تاع رمضان كريم، وايضا هذه تاع رمضان يجمعنا، وهاد الاطفال الحاملين الفوانيس، وحطيت كتاب تاع القران، وحطيت يعني ايضا هاد الايربلان او ما يسمى بالطائره نتاع السعوديه ونتاع تركيا. حبيت يعني نحطهم هنا في هذه الزاويه. فيعني ان شاء الله يكون يعجبكم ديكور البيت. والخيمه يعني خيمه اكثر شيء عجبني لانها عطات يعني نظره للبيت صراحه. المهم هنايا جينا مع بعض رايحين نحضروا الحساء. هنايا اكيد درت الماء، شوي زيت، توابل، عندنا ملح، فلفل احمر، وكزبر، وكمون، والقرطوفة اللي هي اساس وركيزة الحساء. ومن بعد هنا حطيت قطعتين يعني من الثوم، هذه التومة يعني مطحونة مع الكزبر. وهنايا اللحم اليابس ما يسمى بالخليل. ومن بعد واكيد طماطم مصبرة. كي تغلى هاد الماء مع هاد المكونات رايحة نزيد زنبو. دوكا هنايا ماما راحت تعجن في الزميطة، ثم الغرس مع القمح اللي شفتوني كنت نقلي فيه المرة الفايتة مع الزبدة. وفي الاخير على هذيك الزبدة المتبقية حبيت تزيد القليل يعني من الدهان، هذا دهان العرب، باش تعطيها طعم اكثر. ودوك هنا رايحين نعجنوا الرفيس. الرفيس هذا هو اللبن مجفف اللي تتسمى الكليلة. يعني زميطة والرفيس هما يعني أكثر ولادتين يعني يديروهم، ولا أكثر 3 ولايات، غرداية ومثلي شعانبة وأيضا المنيعة ورقلة، هادو يديروهم. ورقلة الله أعلم إذا يديروهم ولا والو، لكن مثلي وغرداية والمنيعة أكيد يديروهم. الرفيس هكا تاني هو يعني هو يرتكز على الكليلة وعلى الدهن أيضا تاع العرب، حتى يعني باش تجيك هذيك النتيجة اللي راكي متوقعتيها. المهم هنا بعد ما طبخ لي الماء تاع الحساء رحت ندير زنبو يعني اللي هو اشتو الفريك بصح يعني شغل مطحون عليه. هذيك هي درت هنايا 7 ملاعق. انا نحب نحللو في الماء باش كي نديرو على هذاك الخليط نزيد تاني نخلطو بالفوق، يعني باش ما يبقاليش مسكتل. وهذه هي بعد ما درتو. هنا ننتقلوا للعشاء. هنا لحم مفروم مع الكركم والفلفل الاسود والملح والتومه واكيد الجبن. رايحين نديرو طاجين التين الشوكي. هنايا رايح نحضر لاصوص دجاج، بصل، طماطم، توم وتوابل يعني تاع المرق الابيض المعتاد. شفتوا هذيك النتيجه نتاع اللحم هذاك هي. هنا ماما كانت دير في الخبز المطلوع. واكيد ما يحل الجلسه الرمضانيه الا الشاي على الجمر. هنايا درنا الشاي على الجمر، حضروه لانه يعني نحن مناش من عشاق القهوه، لكن احنا ما نشربوش القهوه يعني في المغرب نشربو الشاي. وهنايا خبز التوست، هذه هي المملحه. خبز التوست هذا حمصته هكا برك يعني بدون زبده ولا شيء. هنا صلصه طماطم، جبن، تونه. حبيت ندير هذه المملحه يعني كاضافه، يعني طريقة واضحة أكيد. درت صلصة طماطم، فوقها تونة، فوقها جبن، ورايحة ندخلهم للكوشة يعني يتحمروا غير من الفوق حق ما يدوب الجبن فقط. صراحة عجبتني والله، جات تهبل. جربوها، مملحة خفيفة وتمتم يعني ما تديش منكم وقت.
او الخبز تاعنا صراحة جاء خفيف يهبل قطني، يعني وش نقولكم، شي نهار ان شاء الله نشاركوا معكم الوصفة بالتفصيل. وهذا هو التوست تاعنا بعد ما حمرته من الفوق، ويعني داب الجبن شوي، هنا راه يبان مش دايب بصح لكن هو دايب. وهنايا هي صفرتنا، يعني هنايا شغل قبل الأذان بدقيقتين. صورت لكم التمر درته في النخلة، هايك الزميط والرفيس اللبن. يعني احنا في عادتنا نحطو شيء بشيء، يعني بعد ما ياكلوا هادو يصلوا المغرب بعد نحطو الشيء الثاني. ها هو الخبز تاعنا جا ما شاء الله. وها هي الحساء تاعنا بعد ما طابت، يعني دوكا حنكتركم غير ها هي وها هي. هذه هي النتيجة صراحة، يعني جت تحفة حتى في مذاقها ولا أروع. شوفوا ما شاء الله الخبز. وبعد ما هزينا نحستها نزيد نعاود جبنا لهم نتاي يعني هكا. شوفوا لي الشاي، يعني الشاي شكله مشهي.